حدود العراق تضع البلد على صفيح ساخن ومطالبات بإجراءات سريعة، والسودان يلغي التحقيقات بملف محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة. السوداني رجل التناقضات. ينتقد تشكيل اللجان الفنية والتحقيقية في حكومة مصطفى الكاظمي، لكنه يشكل 6 لجان في غضون شهرين فقط من توليه رئاسة الحكومة في العراق. ينتقد السوداني كذلك جولات الكاظمي الإقليمية، لكنه يفعل الشيء نفسه، يلغي الربط الكهربائي مع الأردن، لكنه يتجه في أولى جولاته الإقليمية إلى الأردن وإيران. إنه الكاظمي نفسه، لكن بحلة جديدة حسب ما يقول البعض. السوداني ومنذ توليه السلطة شكل لجنة للتحقيق باغتيال المواطن الأمريكي في الكرادة، كما شكل لجنة للتحقيق بانفجار الصهريج في منطقة الطالبية ببغداد، فضلا عن لجنة تحقيقية بحريق المدينة المائية في النجف وحريق مخازن الوزيرية في بغداد. أما الضربة القوية فهي لجنة التحقيق بالاعتداءات التركية والإيرانية على العراق، المخترق أساسا بريا وجويا، كما يقول الأتراك والإيرانيون أنفسهم ويقرون بذلك. ملفات الفساد كان لها نصيب في حكومة السوداني. لجنة تحقيقية يتم تشكيلها لمتابعة الفساد في أرزاق وأطعمة الجنود المنسوبين إلى وزارة الدفاع، وهنا لجنة أخرى يشكلها السوداني لمتابعة واسترداد الأموال المهربة والخاصة بهيئة النزاهة، فضلا عن هيئة جديدة ومستقلة تكون مرتبطة به برئاسة أبو علي البصري، وهكذا لجان تلي لجانا أخرى وهيئات بدل الهيئات، والنتائج تبقى طي الكتمان. السوداني المتحمس والمتعطش لإصدار القرارات أقدم على إلغاء قرارات عديدة اتخذها سلفه مصطفى الكاظمي، وتتحدث تلك المصادر عن إلغاء التحقيق بملفات عديدة بدأها الكاظمي، منها إغلاق التحقيق في محاولة الاغتيال العام الماضي عن طريق استهداف منزل الكاظمي بطائرة مسيرة. وتروي المصادر أن ضغوطا كبيرة واجهتها لجنة التحقيق من قبل أطراف سياسية، لا سيما أن الصراع كان مشتدا بين الفصائل المسلحة وحكومة الكاظمي، والآن كل شيء انتهى، لا متهم بالقضية ولا مشتكي أيضا بعد رحيل الكاظمي عن السلطة.